هل ربنا هيسامحني حتى لو انا بكرر نفس الذنب ده تاني؟ الاجابه هي باذن الله طالما انت بتتوب وبترجع تتوب تاني وبتحاول تبطل، لان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وارحم من اي حد، ومفيش مقارنه اصلا. بس انت لازم تحاول تبطل الذنب ده خالص، وعشان تبطله فانت لازم تبعد عن اللي بيقربك منه اصلا. يعني انت مثلا عايز تبطل تشرب سجاير، فانت كده مبدئيا ما تروحش تقعد مع حد اساسا بيشرب سجاير. يعني انت حاول ما تشوفش السجاير دي قدام عينك كده، يعني فاهم الفكره؟ ما تقولش اقعد معاهم وخلاص، لا ساعتها تشرب. ونفس الكلام بقى المثال على الباقي. طب انا لسه بفضل اكرر نفس الغلط ده، توب تاني وتالت ورابع وخامس لحد ما ان شاء الله هيجي في يوم اصرارك توفيق ربنا هتوقف الذنب ده خالص. طب مثلا غلطت في ناس واتكلمت عليهم بطريقه وحشه، اول حاجه ممكن تعملها انك تقول للشخص ده انا غلطت فيك كده عامه وسامحني. والله الشخص ده مش قريب منك، ما تعرفوش اصلا، حد مثلا شهير بتاع الناس دي، ادعي له بالرحمه. ربنا سبحانه وتعالى بيسامح حقه هو، انما حق العباد بيبقى ليهم حق، فانت لازم تعترف لهم بكده، او انك تدعي لهم بان ربنا يغفر لهم ويرحمهم، وتقول مثلا دعاء الله يا رب يغفر لكل شخص انا غلطت في حقه او غلطت فيه او ظلمته او اي حاجه، سواء بقصد او من غير قصد، او حاجه انا فاكرها ومش فاكرها. ودايما فكر في العواقب بتاعت الذنب ده قبل ما تعمل الذنب نفسه، وتأكد إنها حاجة مؤقتة ما تستاهلش إنك تندم عليها بعد كده. فكر لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك ساعتها ويوم من الأيام لما تفكر في الذنب ده، هل أنت هتكون مبسوط إنك عملت الحاجة دي ولا لأ؟ طبعا هتكون مبسوط أكتر لما تكون ما عملتش الذنب ده. كمان صفي قلبك اتجاه الناس، ودي سبب عظيم جدا. حتى القرآن الكريم قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني اللي بيكتم غيظه كده وقت الغضب وكمان بيعفو عن الناس. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم احكي لك باختصار، كان هو قاعد مع الصحابه قال لهم في واحد هيدخل علينا دلوقتي من اهل الجنه. طبعا دي حاجه كبيره، الصحابه استغربوا. فواحد من الصحابه ضايفه معاه في البيت 3 ايام، ما بيعملش اي حاجات اضافيه خالص. فالصحابي استغرب، بعديها ساله بقى قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا قبل ما بنام بصفي قلبي اتجاه كل الناس، وما بشيلش كره او غله او حقد ناحيه اي حد. تخيل حاجه زي كده كفيله انها توديك الجنه. انت صفي قلبك ناحيه الناس وسامحهم عشان الناس برضو تسامحك ان شاء الله. بدعي لكل المسلمين. ودايما افضل استغفر، خلي الاستغفار ده كده على لسانك، لان الاستغفار اصلا من مفاتيح الرزق. ناس كتير متعرفش المعلومه دي. كل ما تضيق بيك الدنيا افضل استغفر كتير، وقول دايما اللهم اني استغفرك بما اعلمه وبما لا اعلمه، لان احنا اكيد عملنا ذنوب احنا ما نعرفش اصلا ان احنا عملناها. يعني انت فاهم الفكره؟ زي حد كده انت جبت في سيرته وانت ماشي، وبعد كده مشيت ونسيت اصلا انك جبت سيرته وما خدش بالك. يعني فاهم الفكره؟ ففي ذنوب انت مش عارف. ودايما قول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وافضل استغفر. توب لربنا اول باول، اوعى تاجل التوبه ابدا، لان انت ما بتعرفش بعد كده هيحصل ايه. ممكن قلبك يتطبع خلاص على الذنب ده وتفضل تستمر بيه وتعمل حاجات اسوأ كمان. بس يعني ربنا يغفر لينا ويعفو عننا بدون حساب يا رب. توب دلوقتي وثق في رحمه ربنا، وان هو وادعي ربنا يوفقك في التوبه، انك ما ترجعش للذنب ده تاني. بشوفكم على خير وسلام.